هل الرايب يسبب العرج بعد 45 يوم من التشريب؟ مع العلم أن النعجات التي لم تشرب لا يوجد بها عرج. سي أسامة شرب الرايب، قال لك بعد 45 يوم الغنم عاد تردي تضلع. قال لك الغنم اللي شربتها الرايب فقط، الغنم اللي ما شربتهاش ما صرا لها والو. لا توجد علاقة مباشرة بين الرايب والعرج خويا العزيز. اللهم هذه هي اللي راح نبدا بها. اللهم خويا العزيز اذا الاغلام اللي راك شربت لها الرايب، وركز مليح في كلامي، اذا كنت تعطي لها الخرطال ولا تعطي لها الشعير ولا تعطي لها الذراع، وكان اشكال في زياده حموضه المعده، وين الاغنام اللي فيها طفيليات بزاف قادره ما تشوفش الاثار تاع العرج، ويكون العرج ثنائي او رباعي، ما تكونش تعرج من رجل واحده، من المستحيل، اما زوج رجلين الاماميتين او في ربعه كومبلي، يعني بالعرب واش نقولوا اما الدهده ولا في ربعه مركبنا. هنا وين نرجعوا السبب للحموضه، وهنا تكون عندنا علاقه غير مباشره بين القضاء على الطفيليات واثار حموضه المعده.